ما لاحظه المراقبون العسكريون مؤخرا هو أن المملكة العربية السعودية أصبحت تتجه بشكل كبير جدا نحو الدول التي هي في طور صناعة متقدمة، ولكن ليست في مصاف الدول الكبرى كتركيا والهند على سبيل المثال. في هذا الفيديو سوف نستعرض لكم خبرين مهمين. الأول، ما أعلنت عنه International Defense Analysis على تويتر، حيث قالت أن المملكة العربية السعودية في مباحثات متقدمة جدا مع الأتراك لنقل تكنولوجيات صناعة صواريخ الكروز التركية وصناعتها محليا داخل المملكة. وكنا قد تطرقنا إلى هذا الخبر قبل أيام في أحد فيديوهاتنا على القناة، لكن هذا ليس كل شيء. المملكة العربية السعودية أيضا تتجه إلى الهند من أجل الاستحواذ على صواريخ رودرام المضادة للإشعاع ونقل تقنياتها إلى المملكة العربية السعودية. قبل أن ندخل في غمار هذه الصفقات، يجب أن ننتبه هنا ونركز إلى مدى سعي المملكة العربية السعودية إلى عدم التوجه للدول الكبرى فيما يخص نقل التقنيات، لعلمها بمدى صعوبة هذا الأمر، فتتجه إلى الدول في الصنف الثاني مثل تركيا والهند. هنا قد تكون نظرة السعوديين إلى أن هذه الدول ستكون أكثر سلاسة في نقل التكنولوجيا إلى المملكة العربية السعودية، خصوصا إذا ما تم الوضع في الاعتبار أن هاتين الدولتين تحتاجان إلى موارد مالية هامة. يقول أحد المعلقين: هذا الشيء اللي المفروض نطلبه دائما من أي طرف كان، سواء الأتراك أو الهنود أو الصينيين أو الكوريين الجنوبيين أو غيرهم، وسوف تكون أمورنا معهم مرنة. أرخي الريال يجيك كل ما لذ وطاب. الحصول على صفقة الكروز أو صناعة الكروز محليا لن نتطرق له كثيرا في هذا الفيديو، لأنه سبق أن تطرقنا إليه في الفيديو السابق، ولكن سوف نركز هنا على الصفقة الأخرى مع الهند، وهي صواريخ الروردم واحد وتقنيتها. وصاروخ روردم هذا هو أول صاروخ مضاد للإشعاع يتم تطويره محليا في الهند، وتبلغ سرعته 2 ماخ أو ضعف سرعة الصوت. قامت القوات الجوية الهندية باختبار إطلاق هذا من أسطول طائرتها المقاتلة سخوي 30. ففي محاولة كبيرة لإدخال أنظمة الأسلحة المطورة محليا، نقل السلاح الجوي الهندي اقتراحا بقيمة تزيد عن 1400 كرور روبية إلى الحكومة للحصول على صواريخ رور-دم من الجيل الثاني المضادة للإشعاع، وذلك للبحث وتدمير مواقع رادار العدو. وأبلغ مسؤولي الدفاع وصرح مسؤولون دفاعيون لوكالة آني بأن اقتراح الحصول على صواريخ متطورة طورتها منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية مع وزارة الدفاع، وبالتالي هذا الصاروخ أصبح محط أنظار العالم. لماذا؟ يمكن لهذا الصاروخ الاشتباك حتى إذا تم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال الأرضي، كما أن سرعته تبلغ ضعف سرعة الصوت، ومن الممكن إطلاقها من مجموعة من الطائرات وعلى رأسها السخوي 30. يتم اختبار الصواريخ من طائرات في سلاح الجو الهندي. هذا النظام هو أول صاروخ مضاد للإشعاع تم تطويره محليا، ويمكن أن يصل إلى سرعة 2 ماخ. لديه محرك مزود برأس حربي يبلغ وزنه 55 كيلوغراما، ويتم تشغيله بصمام قريب، ويمكن أن يصل إلى 150 كيلومترا وفقا للتقارير. الخطة هي جعل الصاروخ جزءا من سلاح الجو بحلول العام 2022 بعد إجراء 6 إلى 7 اختبارات أخرى. الصاروخ يمكن لرأس التوجيه السلبي أن يكتشف ويصنف ويشتبك مع الأهداف عبر نطاق واسع من الترددات، كما هو مبرمج وفقا للمصادر. يطير النظام إلى المنطقة المستهدفة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمية ونظام الملاحة بالقصور الذاتي. باختصار، هذا الصاروخ الهندي متميز جدا، وإذا ما أضفنا إليه الصاروخ الكروز التركي وحصلت المملكة بالفعل على تقنيتهما، فستكون ضربة موجعة للأعداء. قالت صحيفة الول ستريت جورنال أن مسؤولين أمريكيين وسعوديين قالوا إن إدارة الرئيس جو بايدن تراجعت بالفعل عن تهديداتها بالانتقام من السعودية لخفض إنتاج النفط، وتتحرك لتكثيف التنسيق الأمني معها لمواجهة إيران والنفوذ الإيراني في عام 2023. تغير كبير في الاستراتيجية الأمريكية. أشارت الصحيفة إلى أن هناك العديد من الأسباب والتي جعلت الإدارة الأمريكية تغير نهجها بخصوص السعودية.
أشار المسؤولون إلى علامة على تحسن التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية في الأسابيع الأخيرة، حيث انخفضت أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وصبت نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي بشكل غير متوقع لصالح الديمقراطيين، بينما تزايدت المخاوف بشأن إيران. قال مسؤولون من إدارة بايدن لصحيفة الول ستريت جورنال إن البيت الأبيض ليست لديه خطط الآن للاستمرار في التهديدات ضد السعودية، وبدلا من ذلك يمضي مسؤولو البلدين قدما في مشاريع عسكرية واستخباراتية جديدة وجهود حساسة لاحتواء إيران وسط تعثر الجهود لإحياء الاتفاق النووي الدولي مع طهران. وأشار المسؤولون أيضا إلى التعاون العسكري المستمر والذي ساعد على استمرار العلاقة السياسية بعد أشهر من الاضطرابات. ولفتت الصحيفة إلى أنه في ديسمبر عملت إدارة بايدن والمسؤولون السعوديون على عرقلة مشروع قانون في الكونغرس كان من شأنه أن يقطع الدعم الاستخباراتي المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للرياض في الحرب باليمن. وفي نوفمبر أخبرت إدارة بايدن محكمة أمريكية أن وضع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كرئيس حالي للحكومة السعودية يحميه من دعوى مدنية رفعت ضده أو رفعته ضده خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي خديجة جنكيز. وذكرت الصحيفة أنه في الشهر ذاته تبادل الجانبان الأمريكي والسعودي المعلومات الاستخباراتية بأن إيران كانت تستعد لهجوم وشيك على السعودية، وطور ردا منسقا منوهة بأن المقاتلات السعودية أيضا رافقت قاذفة أمريكية بعيدة المدى عبر مجالها الجوي الوطني عدة مرات العام الماضي في مناورات أجريت مع دول أخرى متحالفة مع واشنطن. وقالت إن ذوبان الجليد بين البلدين يأتي في وقت تتطلع فيه إدارة بايدن إلى إعادة تشكيل التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط من خلال تجميع مظلة أمنية تمتد لكل دول المنطقة. لا حدود لعزيمة السعوديين على الإطلاق. هذه المرة المملكة العربية السعودية ومن كوريا الجنوبية تعقد هذه الصفقة الكبرى بعد أن سبقتنا مصر إلى مثل هذه الصفقة. مصر والمملكة العربية السعودية يدخلان شريكين مهمين في صناعة الطائرات، وهذه المرة الطائرة هي الطائرة الكورية الجنوبية جولدن إيجل 50. ماذا نعرف عن هذه الطائرة؟ قبل شهور قليلة أبرمت الهيئة العربية للتصنيع العسكرية اتفاقية تعاون مع شركة الصناعات الجوية الكورية كاي، وذلك لتوطين تكنولوجيا تصنيع طائرات التدريب النفاثة والطائرات القتالية الخفيفة تي 50 FA 50 جولدن إيجل المتطورة.